واحنا صرنا هنا، يعني تربينا على القتال كله هنا. زين، شاركت اي معارك من التحرير والمحافظه؟ رطبه، زنقوره، فلوجه. اي. زين، يعني صار لك تقريبا 8 سنوات صحيح. 8 سنوات بالفوج. زين، شلون دا تعيش ايامك بالفوج؟ شنو الامور اللي قاعد يسووها انتم كفوج تكتيكي؟ احنا تدريب يوميه، يعني هذا احنا ما نستغنى عنه ابد. تدريب ميدان، لياقه مدنيه بالقاعه، يعني هي هاي التدريبات. يعني الفوج اول ما تاسس كان بيه نقصات هوايه. اكيد. بعدها انتم صرتوا من النخبه اللي موجوده بالمحافظه. احنا من الطابقه الاولى. انتم اللي اسستوا. احنا اللي اسسنا الفوج هنا. يعني احنا اللي بنيناه. زين. زين، بايام التحرير شنو اللي صار وياكم؟ قلت لي اكو موقف هذا ويا صاحبي ما انساه الله يرحمه. الله يرحمه. بالرطبه. فاحنا قبل لا ندخل الرطبه نسولف ونضحك ونشاق شباب ومجموعه واحده حظيره. فهو خاطب خطيه ويخابر بخطيبته بس اجي اتزوج وان شاء الله نرجع. وهو وانتم رايحين احنا رايحين للواجب بالرطبه. فمن وصلنا هناك شارع والبيت اللي ورانا بسياره مفخخه. احنا ما ندري بيه، يعني هو بفرع، يعني البيت بالنص تقريبا صاير هيك. الصبح تريقنا وقعدنا وهو اكثر واحد يضحك ويشاق بينا. يا اخي سبحان الله والله العظيم اكثر واحد يشاقه. حتى انا اقول له شو اسمه نص صوتك شيء منا. هو لا يقول هي يوم وقتها عايشين. وعزمنا على العرس، قال بس تجيني من السماء، وقلت له والله اجيك. فطلعت السياره علينا وهو تلقى السياره من قد ما يعني اخذت الغيره. فتلقى السياره بعد مفخخ طقت السياره. استشهد الله يرحمه. الله يرحمه. هاي احد المواقف اللي تصير بالرطبه. يعني انتم اليوم كقوه قتاليه قوه ضاربه بمحافظه الانبار، تقول لي حتى انه اكثر من شخص من الجنوب، احنا كنا محافظات واحده طبعا. بالله. بس اكو يعني شلون تقول اكو محبه كبيره بيناتكم انتم كابناء محافظه الانبار وايضا لابناء المحافظات الاخرى. صحيح. يعني انا واحد من الناس عندنا نائبه هناك قالت انقلكم وانت تدري قلب الام. يمه تعال لهنا وما تفيدك الرماد وبيها حرب وداعش. هاي بايام داعش احكي لك. فقالت الا تجي تنقل لهنا. النائبه قالت انقلكم انا. النقلوا جماعتنا لهناك تقريبا بهم بالعشره من هالفوج. شهر واحد والله قالوا ما نبقى، راحوا توسطوا النوب على نائب ثاني ورجعهم للانبار. يعني بعد تعودنا صار لنا عمر ترى 8 سنوات او 9، يعني بعد ما نقدر نستغنى عن المحافظه. زين، بايام التحرير كان داعش دائما انه موضوع المفخخات، موضوع ما يجي قدامكم وجه لوجه. ابدا يجيكم كله بموضوع غدر ومفخخات وانتحارين وعبوات. يعني هاي وقناص. يعني هاي. شنو كان اصعب المعارك لك؟ اصعب معارك مال زنقوره. راح لكم شهداء بها؟